يعني ايه زوج مثالي؟ الفيديو اللي فات نزلنا مواصفات الزوج المثاليه، الناس كلها اتنططت واتكلمت وعلقت عايزين الزوج. فانا النهارده هكلمكم عن الزوج بقى. المره اللي فاتت اتكلمنا عن الزوجه، المره دي عن الزوج. مبروك يا سلطان. دايما لما بنيجي نفكر في موضوع الجواز، وعشان طبعا الموضوع مرتبط بفكره ان الراجل هو اللي دايما بيدور على العروسه وهي اللي طبيعي بيتقدم ليها، فدايما الفكره مرتبطه انه يدور على عروسه مناسبه بمواصفات حلوه. طب ما تيجي نفكر ايه هي اصلا مواصفات الزوج نفسه اللي المفروض يروح ويقرر يدور على عروسه ويرتكب جريمه الشنعاء دي؟ انا راجل بتاع ربنا وبصلي دلوقتي، واخد بالك، وما باذيش حد. ولا هو اي حد معدي في الشارع كده هنقول له ما تيجي نفرح بيك؟ ايه ده؟ هو في مواصفات للزوج ومن غيرها ما ينفعش يتقدم؟ طبعا معلش على المفاجاه دي، الموضوع مش سبهلله كده، ده حوار كبير. تعالى بقى احكيهولك. كفايه بقى، ده كمان واحد. اول حاجه في الزوج انه طبعا لازم يكون راجل. لا بجد راجل؟ انت بتتكلم جد؟ مات. ايه ده؟ ما كل اللي بيتجوزوا رجاله؟ لا طبعا في رجاله ذكور، وانا اقصد هنا كلمه الرجوله يعني المسؤوليه. الجواز مش فرح وهيصه وزفه وخروجات وفسح وستوريز وعك من اللي بنشوفه بقى على الانستا والفيس والكلام الفاضي ده. الجواز ده آية من آيات ربنا ذكرها في القرآن كتير جدا ونزل ليه أحكام، عشان هو مش بالبساطة دي. يعني الراجل اللي شايف نفسه هيقدر يحافظ على البيت ويبقى مسؤول عنه يروح يتجوز، ولو شايف إنه لأ لسه شوية يبقى بلاش أحسن، لأنه حاكم الأسرة اتملل. عارف حكايه السمكه وحكايه زغرات هي منحرفه. تاني حاجة في مواصفات الزوج إنه يكون سوي نفسيا. ايه ده بجد؟ والله زي ما بقول لك كده. لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. يعني الزوج اللي بيعامل مراته انها خدامه مش شريكة حياة، او النرجسي اللي شايف نفسه احسن حد في الحياة ونسي كلام النبي عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال، او الشكاك مثلا اللي بيشك فيها من قبل ما يتجوزوا، او البخيل اللي مش عايز يصرف على البيت ويربي ولاده، اللي هو اصلا ده دورك الطبيعي يا سيدي، والله مش بتتفضل علينا حضرتك يعني انك تربيه. كل دي صفات لو لقيتها فيك كراجل وغيرها كتير، حاول الاول انك تكشف وتتعالج قبل ما تطلعها على مراتك وعيالك. وانتي لو لقيتها في خطيبك فاهربي يا بنت، اجري. خاف من ايه؟ تخاف من ايه؟ من ايه؟ تالت حاجة قلنا ان الراجل لازم يكون راجل ومسؤول، راجل كمان يعني مكتمل الرجولة، مش حاسس بنقص او دونية او حد بيمشيه. واستغرب والله جدا من حالات الطلاق الكتير اللي بلاقي فيها الاهل او الام تحديدا بتمشي كلامها على ابنها وبتمشي حياة ابنها على كيفها. اسمع، قبل النوم تغسلوا اسنانكوا كويس ورجليكوا، والهدوم اللي تقلعوها تعلقوها. زي ما تكون مش عايزاه يتجوز يا ستي، مش انت اللي رحتي خطبتيه له ووافقتي على العروسه وكبرتيه عشان يبقى راجل ويشيل البيت؟ ليه كل واحد ما ياخدش وضعه الطبيعي في الحياه وتعيشوا مع بعض، وكل واحده ليها مكانتها وحبها؟ يعني انت كأم ليكي حبك عنده كأم، وهو بيحب زوجته كزوجه وبيحب ولاده بعد كده كأولاد. يا كنت تخليه جنبك احسن بقى يكمل رضاعه، انما لا، لازم اخرب البيت. فدي قله نضج يا حاج ولازم تتعالجي منها والله. رابعا الوعي بالموضوع اللي انت داخل عليه مهم جدا. لما تيجي تكون مثلا مسافر صيف تقعد تجمع معلومات كتيره من كده وكده، يعني بتشوف بقى الشاليه اللي هتقعد فيه ولا الشقه ولا الفندق ولا بتقعد تجهز وتجمع معلومات. انت مثلا رايح مناسبه تقعد تشوف هتركب ايه وتروح فين. فبالك بموضوع زي الجواز الناس بتدخل فيه يا حبيبي وهي اصلا مش عارفه يعني ايه جواز، الموضوع محتاج ايه ولا علم ولا دراسه ولا الجواز ده مسؤوليه وحاجات كتير جدا، وفعلا في دراسه. يعني لازم نتعلم ونقرا ونسمع وناخد كورسات ونفهم. يعني لازم نتعلم. مش داخل اتجوز عشان الناس قالت لي اتجوز، او عشان كبرت، او عشان خايف على جيناتك النادره من الانقراض. لا يا اخويا خليها لك، انت مش بيل جيتس يعني. اوعى زمزم الا فاكر دي عارفها من الافلام الاجنبيه، مش انا اللي اتقلدها من الجحيم يا بكر، مش انا فاهم انجليزي. لازم تكون فاهم ان الاسره هي وحده بناء المجتمع، فلو الاسره صلحت المجتمع كله هينصلح حاله. يعني من الاخر لازم نتعلم قبل ما نتجوز، وتشوف انت داخل تهبب ايه في الموضوع ده. يعني انت داخل تتجوز، مش حاجه كده عاديه يعني. لا يا ما ده يا ما حاجه بقى حاجه. اذا في النهايه لو جيت تشوف كم الجوازات اللي تمت بدون وعي او فهم، نص مصر والعالم العربي تقريبا هيتطلقوا. والله ولو عملنا اللي قلت لكم عليه ده هنريح بعض وهنريح المجتمع كله، هتريحونا انا كمان والله من المشاكل اللي بشوفها. كان معكم دكتور احمد مواهب، استشاري الطب النفسي، والى اللقاء.